والله أحب أقول الصراحة يعني كلام كثير مو بكلمة واحدة، والله كلمة واحدة ما تكفي والله صراحة. من عشق وحب أقسم بالله العظيم يعني كلام في القلب أتمنى أنه يوصله إن شاء الله من اللقاء هذا، وفي كلام بعد بقوله له إن شاء الله شخصيا صراحة. المتحف طبعا كان احلامي من الطفوله اني اسوي عشق الطفوله، طبعا كريستيانو رونالدو وجميع تفاصيل اللاعب موجوده. افضل لاعب في التاريخ على مر التاريخ، من القاب مثل ما تشوفون الى ميداليات والى تيشيرتات، طبعا فوق 155 تيشيرت، وفي بعضها تصميم خاص سويته انا من ضمن ال1000 هدف، وتيشيرتات موقعه وكل شيء يخص رونالدو. وعندي كلمه حاب اوجهها لرونالدو صراحه، رساله شكر وحب على جميع اللي قدم لكرة القدم والجهد. وصراحة يعني أتمنى إني أقابله ثاني مرة مثل ما قابلته المرة الأولى، وأتكلم له عن مشاعر في قلبي صراحة، يعني من محب وعاشق للدون من الطفولة. المتحف صراحة يعني كانت فكرة من زمان موجودة عندي من سنوات، كنت أحاول أسوي فكرة جديدة. يعني أنا كانت عندي تجميعات رونالدو من شوزات الله يكرمك إلى تيشيرتات إلى كؤوس، ففكرت قلت ليش ما أسوي متحف يضمها كلها، وما تكون غرفة شخصية، تكون غرفة له نفس الحال، عرفت؟ يعني متحف كامل له، من تيشيرتات إلى أعلام إلى شالات إلى شوزات إلى كور سجل فيها هاتريك، ثنائيات، ميداليات، جميع كل شيء يخص رونالدو موجود، إلى البراند نفسه كامل CR7 يعني. أنا عندي أمنية صراحة من أول ما جاء رونالدو دورينا السعودي إني أشوف رونالدو على أرض الملعب يرفع البطولات، بالذات تحديدا مع نادي النصر. نادي النصر صراحة هو جمهوره يستحقون الفرح، وكريستيانو بالذات على جميع الأشياء اللي قدمها النادي ورونالدو بنفسه، والجماهير اللي تعبوا وحاضروا وحضروا وآزروا الفريق في كل مكان في كل بطولة وفي كل مدينة. أحب أشكر طبعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على استضافة اللاعب النجم العالمي، أفضل لاعب في التاريخ وفي رياضتنا كاملة، كريستيانو رونالدو. يعتبر قائد مشروع رياضي، وصراحة مرة حلم كل إنسان يحب كرة القدم وكل إنسان يعشق رونالدو إنه يشوف رونالدو عندنا في دولتنا في السعودية. وتقريبا يعني يمكن أقصى مدى بعيد إن الإنسان عندنا في السعودية، الشاب السعودي يحضر لرونالدو ما يتعدى 700 كيلو 800 كيلو، مرة شيء يعني كان أحلامنا إنه يكون عندنا رونالدو في دورينا، ويعتبر واحد منا. توب 5 طبعا لي بأهداف رونالدو اللي مرة قريبة لقلبي. أول شيء نبدأ بالرقم 5، الهدف طبعا الشهير الكالمة موسم 2012 دوري ال100 نقطة، والهدف الرابع الارتقاء الشهير اللي على مانشستر في موسم 2013 في دوري الأبطال 290 اتوقع شيء زي كذا. الهدف الثالث اللي كان هاتريك اتلتيكو 2019، الهاتريك الشهير في اتلتيكو مدريد، وصعد دفاع في البطولة ورد على سيميوني وأهل اليوفي. والهدف الثاني كان هو فاول اسبانيا، والهدف الاول الدبل اللي على اليوفي 2018 مباراة الذهاب انتهت 3-0، سجل منها رونالدو هدفين. مباراة كانت ممتعة الصدق، ودبل لا يتكرر في البطولة لأنه ربع نهائي وعلى حارس من أعظم حراس العالم جيلويجي بوفون. صراحة يعني هدف مستحيل يتكرر على تاريخ كرة القدم والله صراحة. والله أحب أقول الصراحة يعني كلام كثير مو بكلمة واحدة، والله كلمة واحدة ما تكفي والله صراحة. من عشق وحب أقسم بالله العظيم يعني كلام في القلب أتمنى أنه يوصله إن شاء الله من اللقاء هذا، وفي كلام بعد بقوله له إن شاء الله شخصيا صراحة، له كل شيء قدمه في كرة القدم.